في الفيديوهات اللي فاتت ان ريال مدريد عباره عن اتنين لعيبه، تيبو كورتوا وكيليان امبابي. في ناس زعلت مني وفي ناس من زمايلي نفسهم زعلوا مني، لا احنا ريال مدريد واحنا فريق عريق واحنا يا معلم انت فريق عريق، ما عنديش مشاكل، انا بتكلم على الموسم الحالي. ريال مدريد عباره عن كيليان امبابي وتيبو كورتوا بس. اقتنعت؟ اترضيت كده؟ طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايب قلبي الجبالي؟ وحشتوني والله العظيم. انا عندي بس سؤال بسيط قوي لكل جماهير ريال مدريد، حبايب قلبي طبعا، انا كده كده برشلوني بس ريال مدريد برضه حبايب قلبي، يعني جماهير فيهم اصحابي كتير. انت شايف ايه اختلاف تكتيكي ما بين تشافي الونسو وكارلو انشيلوتي؟ ايه الفرق الشاسع اللي عامله تشافي الونسو مع مجموعه لعيبه هو بالنسبه لي انا هم الافضل من مجموعه لعيبه كانت مع كارلو انشيلوتي؟ هقول لك على حاجه بسيطه. انت عندك كاريراس الباك الشمال، هو كانت عندك ازمه مع كارلو انشيلوتي، ما كانش موجود. عندك هويسن، طبعا هو مصاب ومش موجود حاليا، بس هو انت عملت ابجريد للدفاع اللي عندك، ما كانش موجود عند كارلو انشيلوتي. ايه بقى اللي عمله تشافي الونسو جديد عن اللي بيعمله كارلو انشيلوتي؟ برضه مفيش حق. انا مش شايف خطه. ريال مدريد لعب الشوط الاول اول 10 دقائق، وبعد كده من اول الدقيقه 10 لحد الدقيقه 45 هو ريال مدريد راح بكره الجون، ومانشستر سيتي ماسكه في منطقه جزاء وهاتك يا دعك. هاتك يا دعك. هو انا قلت لك في ريلز ما بين الشوطين اللي بينقص بيب جوارديولا في الشوط الاول ده ان هو يا معلم انت زود الكثافه الهجوميه بتاعتك. ريال مدريد فريقه دفاعيا ملط يا جماعه، عناصر الفريق دفاعيا ملط. ولا اسينسيو انت عمال كل كوره تطلعها، يعني واحد لا رفع عرضيه فاسينسيو طلع كوره عادي جدا مفيش مشاكل، مدافع طلع طريق كوره رايحه في اتجاه المرمى او رايحه في اتجاه لعيب تاني او متعرضه طايشه، بيقف يا باشا انت راموس فشخ، انت راموس فشخ. بس يا حبيبي سيرجيو راموس لما كان عنده جرينتا هو كان عنده اساسيات الكوره. سيرجيو راموس لما كان عنده جرينتا هو كان حافظ اساسيات مركزه. سيرجيو راموس لما كان عنده جرينتا هو كان عارف بيقف امتى وبيعرف بيقف فين وبيجري مع اللاعب امتى وبيعمل فاول تكتيكي امتى وبياخد طرد امتى. ما عندوش اي مشاكل في انه ياخد طرد. لكن انت النهارده جيرمي دوكو عمل من وشك جزامه. بمناسبه جيرمي دوكو، الله يعينك يا محمد يهاني، والله الله يعينك يا محمد يهاني، انت هتتهان يا معلم. يعني بص انا لو منك قبل الماتش ده امسك الخلفيه واعمل نفسي مصاب. غير كده انت بتقضي على مسيرتك اللي هي مش موجوده اصلا، عشان تبقى عارف بس. المهم، جيرمي دوكو مسك الباك اليمين بتاع ريال مدريد النهارده، كان بيلعب عليه رودريجو. وانا بالنسبه لي رودريجو ده من افضل اللعيبه اللي ممكن تشوفها في حياتك، كابجريد وكلاعب متطور وكلاعب روح وكلاعب جرينتا. الواد جيرمي دوكو مسك فالفيردي هانو، مسك اسينسيو هانو. ما بين في الشوط الثاني تشافي الونسو نزل اردا جولر عشان يساعد شويه مع الباك اليمين بتاعهم. اعمل اي مصلحه يا معلم، اعمل اي حاجه، اتهان. الواد جيرمي دوكو كان واخدهم غسيل ومكوى، يخرب بيتك. ايه يا ابني ده، ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليه. بيب جوارديولا عمل تغيير في الدقيقه 69 سلم ريال مدريد الماتش من تاني. يعني بعد ما ريال مدريد كان متواضع وراجع في منطقه الجزاء بتاعته وما عندوش اي قابليه انه يعرف يعمل اي حاجه ومتهان متداس على وشه بمعنى اصح، بيب جوارديولا طلع ريان شرقي، طلع هالاند، طلع فودن، بس ما عملش حاجه تاني. هو نزل سافينيو ونزل آية نوري تقريبا ونزل مرموش. من بعد التغيير ده وريال مدريد عارف انت اللي هو شم نفسه، رجع تاني للماتش، عرف تاني يعني ايه ان بطلع بدرج بالكوره وبوصل بالكوره. بيلينجهام 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 ولا غير بيلينجهام. هقول كلمه ويا رب يا رب جماهير ريال مدريد ما طلعش من الملحدين بعد الكلمه دي. انت يا صديقي مش شايف ان بيلينجهام ده هو لاعب سيزون واحد؟ يعني انت مش شايف ان بيلينجهام ده هو سيزون وندر دي بس؟ انت شفت منه ايه غير السيزون اللي قبل اللي فات لما كان هو اللي شايل ريال مدريد على كتفه وبيجري بيه؟ وانا كنت مقتنع وانت مقتنع وكلنا مقتنعين انه ان ما كانش احسن لاعب في العالم فهو في التوب 3 في جايزه احسن لاعب في العالم. ايه اللي عمله بيلينجهام تاني لحد دلوقتي عشان يتطبل له في كل موسم ويتقال عليه من احسن لعيبه العالم في نص الملعب، ويتقارن ببيدري ويتقارن ببوجبا ويتقارن ببيرلو ده احنا شبهناه بزيدان، شبهتوه بزيدان يا صديقي. ايه اللي بيعمله بيلينجهام يا معلم؟ لو عايز تشوف فرق العقليه ما بين بيلينجهام واحد زي رودريجو، مع انه برازيلي وجناح ومهاري، بس الكوره اللي جابها بيلينجهام لوب فوق العارضه هي الجون اللي جابه رودريجو. ويا عم تشافي الونسو، ايه المغزى في ان انت تخلي رودريجو هو الحيطه المايله بتاع الفريق؟ انت عندك جناح يمين وجناح شمال. الجناح الشمال بتاعك فينيسيوس جونيور هو ناسي الكوره من بعد حفل البالون دور اللي خدها فيها رودريجو، خلاص بيحنكش في ماتشات معينه، وباقي ما باقي هو خلاص كده كده ضايع. رودريجو، انا من اوائل الناس او من اقل الناس في حياتي اللي اشوف جناح مهاري
او من اول مرات يعني. شوف جناح مهاري برازيلي بس منتج، منتج في نص الملعب، منتج في الطرف، منتج في الهجوم لو لعب هجوم. الواد منتج يا جماعه بطريقه اللي هو انا ما بلعبش فرديات بس، لا انا بفيد الفريق. انا همي مهمي ان انا افيد الفريق، ان انا اجيب جول، ان انا اصنع جول. انا مش بلعب عشان احنكش وبان ان انا مهاري بس، لا. طيب انت بقى يا عم تشافي بتكافئه بايه؟ بكافئه ان انا كل ماتش بقعده دك. يعني النهارده لو كيليان امبابي مش مصاب، رودريجو مش هينزل اساسا. ليه؟ طب انت عندك مين في مركزه احسن منه؟ يعني انت عندك مين في الباك اليمين، في الهاف اليمين عندك احسن منه؟ ما تلاقيش، صح؟ ما تلاقيش. طب ليه؟ ليه دايما الحيطه المايله؟ ليه دايما في كل سوق انتقالات بنسمع ان رودريجو محطوط على قائمه البيع، وان رودريجو جاي له جاي له فريق عايز يشتريه، وريال مدريد بيغلي في السعر فعايزين يطلعوه عشان يظبط الميزانيه؟ ليه؟ دي بقى جاوبوني انتوا عليها بقى جماهير ريال مدريد في الكومنتات. انا شايف ان رودريجو من افيد اللعيبه في الفريق، اللاعب اللي هو عارف انت الشمعه اللي بتتحرق عشان الكل ينور كخط هجومي. بيلينجهام يا جماعه علشان يباصي الكرة من رجله، لو هو هيباصيها لرودريجو بيقرب من رودريجو، لو هو اخر نص ملعب بيفضل يقرب من رودريجو لحد ما يكون بينه وبينه متر عشان يطلع الكرة من رجله. اكتر لاعب في ريال مدريد بيحتفظ الكرة برجله، يعني حتى فينيسيوس جونيور بيحتفظ بالكرة بس بيجري لقدام. لا لا، بيلينجهام بيجري بالكرة بالعرض، بعرض الملعب، يفضل محتفظ بالكرة برجله عرض الملعب رايح جاي يا ابني باص الكرة، طلع الكرة من رجلك، سرع اللعب. انت بطيء، انت بطيء، بطيء في اتخاذ القرار، وبطيء في الجري، وبطيء في ان انت تحرك الكوره من رجلك. لا 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 لا، انا بالنسبه لي رايي، هعتبر ان هو رايي ده في راي لاعب كوره مش راي برشلوني في لاعب ريال مدريد. انا بقول لك ان رودريجو ممتاز. كيليان امبابي احسن لاعب في العالم السنه دي، انا برشلونه بقول لك اهو. بس بيلينجهام من اسوأ اللعيبه في نص الملعب في ريال مدريد. عارف انت لو بيلعب على الاطلال يا معلم، انت لسه 20 سنه، انت ما عملتش حاجه لسه في حياتك خالص. انت بس قارنت بزيدان فخلاص الغرور شالك. البس بقى رقم 5 وافضل يجري في الملعب زي الجمل كده، ما بتعملش اي حاجه تاني. تشافي الونسو ما عندوش منظومه دفاعيه في ريال مدريد يعرف يقول ان انا بلعب بيها كوره. هو عنده افراد فيهم الكويس وفيهم اللي على الله حكايته زي روديجر. روديجر ده معلم على الله حكايته فعلا. هو بص اقول لك على حاجه، هات قناه ابو ظبي كده في اي وقت من الاوقات وانت قاعد الساعه 3 العصر كده معاك كوبايه الشاي وقاعد بالفيلم حمالات على الكنبه في البيت، هتلاقي في جمال بتجري كده في زي بيجروا في الحبشه، مسابقه جمال. تمام؟ اقلب بعد 4 ايام هتلاقي نفس الجمال دي بتجري، المسابقه ما خلصتش. هتلاقي ممكن تلاقي منهم مثلا رودريجو بيجري معاهم، بيجري بالظبط بنفس طريقه الجمل، وما عندوش فكر في دماغه بجنيه، متهور. عشان بس ما انساش الجون اللي ضربه الجزاء اللي جت على ريال مدريد. الكره دي يا جماعه احقاقا للحق يعني، ومش تحيد بقى ولا لا مفيش الكلام ده خالص. الكوره دي هي نفس الكوره اللي جت جون بتاعت اوريلي في مانشستر سيتي الشوط الاول. يعني مانشستر سيتي جاب جون بتاع اوريلي، الكوره اللي قبلها هي كوره مرفوعه، في لاعب من السيتي خد لاعب في ريال مدريد في حضنه وقعد في الارض، اتحسبت جون. ضربه الجزاء هالاند رودريجو واخده في حضنه داخل في الارض واتحسب ضربه جزاء. كان الواجب يا معلم لو تحسب بيه ضربه جزاء تحسب الكوره بتاع اوريلي فاول على مانشستر سيتي. هتحسب كوره اوريلي جون يبقى تحسب كوره مانشستر سيتي مش ضربه جزاء. ما هي نفس الكوره ونفس الاستفاده لفريق واحد. ده عشان الغي بس الحته دي، عشان ايه؟ يبقى قلت اللي عندي قلت الحق. لكن بيب جوارديولا مسك تشافي الونسو من بعد الدقيقه 10 للدقيقه 70 يا باشا فشخ كرويا، اتهان. يا عم بيريز ما تقفلش سقف البرنابيو تاني يا معلم، انت تقفل سقف البرنابيو من هنا وبتتهان من هنا، ما تقفلوش. قول لي كده مناسبه كبيره انت قفلت فيها سقف البرنابيو وطلعت بسلام، مفيش. انسى، مستحيل. دايما بيتحط عليك تحت السقف. طب ما تقفلش، جرب كده ما تقفلش السقف في مره، يعني جرب كده تسيب السقف مفتوح كده وتسيبه عريان، هتلاقي لعيبتك عندها بتشم هوا كده وعندها الروح وبتجري وتعمل. انا اللي غيظني في عناصر ريال مدريد انها كلها عناصر يعني 90% من عناصر مميزه بس كل واحد لوحده. يعني بلينجهام هو ممكن يكون مميز في حاجات بس لوحده، فينيسيوس جونيور هو مميز بس لوحده، خط الدفاع كارياس ده مميز بس لوحده، تيبو كورتوا طبعا مميز بس لوحده، كيليان امبابي لما بيكون موجود مميز بس لوحده. مفيش ترابط ولا تجانس ما بين خطوط ريال مدريد نهائي نهائي. انت ريال مدريد بتلعب لحد دلوقتي اي ماتش بتكسبه ريال مدريد بص على الماتش هتلاقي انها كسبت باخطاء دفاعيه للفريق الخصم او اجتهادات فرديه من اللعيبه بتاعتهم. لكن كخطط تكتيكيه كمنظومه لعب، هل انت بتشوف مثلا بيلد اب بيتبني؟ هل انت بتشوف منظومه ضغط عالي بتتعمل من قدام؟ هل انت بتشوف مثلا تمريرات واستحواذ في نص الملعب؟ هل انت بتشوف تحرك ما بين الاجنحه بتخش بالضم والمهاجم مثلا بينزل زي بنزيما كده ياخد المدافع معاه وفي الجناح يخش جوه فيصنع له خطوره؟ مفيش.
هل انت بتشوف مثلا المهاجم بيسند مع اللعيبه اللي قدامه كمحطه، والمهاجم والجناح ياخد الكره ويضم والجناح التاني يغير؟ مفيش. هل انت بتشوف حاجات من دي؟ لو انت بتشوفها قول ان انت بتشوفها، انا ما بفهمش كوره. مبروك كبيب جوارديولا، مبروك لكل عشاق مانشستر سيتي حول العالم. على فكره كتروا هارد لك ريال مدريد، تفش السقف تاني يا بيريز عشان بيتحط عليك جوه الملعب يا معلم. برشلونه تكسب امبارح، ريال مدريد يخسر النهارده، الاهلي يخسر بقى يوم 27، الزمالك يكسب الماتشات اللي جايه وتحل القضيه بتاعتنا. جو منعش وجميل، مش محتاج حاجه تانية من الدنيا والله. اشوفكم على خير، سلام.